سنة 2019 أكتر من 1000 شخص ماتوا بسبب الأدوية المغشوشة، وإن الطبيعي قوي بأكل بس بدون حتى مكملات يكسب. بيبيع لك منتج مضروب، بيضرك أيا كان المنتج ده. للأسف نتيجة التحاليل هتطلع سليمة، وهي دي الكارثة اللي أنا جاي أقولها لك النهاردة. خلي بالك الخدعة دي مش بتتعمل في مصر بس، دي بتتعمل في سوق المكملات العالمي. سنة 2019 أكتر من 1000 شخص ماتوا بسبب الأدوية المغشوشة، ومنظمة الصحة العالمية ساعتها أعلنت إن بنسبة 11% من الأدوية المباعة عالميا مغشوشة، ده عالميا، وسبب في وفاة آلاف الأشخاص دول. ما بالك بالمكملات الغذائية اللي الرقابة عليها أقل بكتير عالميا من الأدوية. وزي ما كلنا عارفين مخاطر الهرمونات وقد إيه هي مضرة بشكل مباشر حتى لو مش مغشوشة، وعشان كده قلنا لك زمان الطبيعي يكسب. دلوقتي كمان أنا جاي أنبهك وأقول لك إن المكملات الغذائية مخاطرها لا تقل عن الهرمونات، وهقول لك ليه خلال الحلقة دي، وإن الطبيعي قوي بأكل بس بدون حتى مكملات يكسب. بعيدا عن ان في شركات عديمة الضمير بعد التحليل بتاعنا استغلوا ثقة الناس فينا، ووارد جدا يكونوا قللوا جودتهم وقللوا نسبة البروتين في المنتجات بتاعتهم بعد تحليلنا، وافتكروا انه خلاص كابتن آسر بقى مش هيطولهم تاني. بس لا وألف لا، تحليلنا مش مجرد حاجة عابرة هتعدي وخلاص والموضوع هيبقى ان انت كده معاك ختم الجودة والأمان. لو ما كناش هنقدر نحلل بشكل دوري علشان نفيد الناس ونبقى دايما ابديتد وبنعرفهم ايه الصح وايه الغلط، فهنفضل دايما متابعين السوق ونحذر الناس من المشاكل اللي قد يواجهوها. وده اللي هتشوفوه في حلقة النهاردة. بعد اللي شفتوه في الفيديوهين اللي فاتوا، وان ازاي في تحليل احنا حللناه طلع سليم وحد تاني حلله طلع مش مظبوط، ساعتها قعدنا نسأل نفسنا ونبحث بشكل علمي ازاي ممكن حد اصلا يغش التحليل بطريقة غير انه يبقى عنده باتشات سليمة وباتشات مضروبة. واكتشفنا ان في ثغرات بتخلي الناس ممكن حتى المنتجات بتاعتهم تطلع سليمة في التحليل بتاع معامل وزارة الزراعة. يعني حتى الورقة اللي بنطلعها دي ممكن تتغش، مش بس برشوة جوه المعمل، لا ده بشوية تركات صحاب المصانع بعد ما حللنا وابتدوا يعرفوا ان احنا بنحلل بشكل متكرر ممكن يكونوا لجأوا ليها. فممكن الشخص اللي تحليله طلع سليم مرة علشان كان بيستخدم وسيلة من وسائل الغش دي، لما اتأكد ان احنا حللنا حاجته حتى بطل يستخدم وسيلة الغش، وكان هو على طول الخط بيبيع لك منتج مضروب. الوسائل اللي انا هقولها لك النهارده دي ركز فيها كويس قوي، لان هي علميه ولازم تفهمها علشان تعرف قد ايه السوق ده قذر، ودخولك فيه كمستهلك وشرائك اي منتج منه بيضرك ايا كان المنتج ده ايه. وكمان هعرفك تريكات تعرف تصطاد بيها المنتجات المغشوشه دي. بس خلي بالك الاولى انك تبطلها اصلا. في البدايه خلينا اشرح لك مقدمه في التغذيه هتفيدنا جدا في الحلقه بتاعتنا. الاكل بتاعنا فيه 3 مغذيات رئيسيه، او الناس بتقول عليهم الماكرو نيوترينز. الماكرو نيوترينز دي اللي هي البروتين والكربوهيدرات والفات. البروتين هو اللي يهمنا النهارده. البروتين هو الماكرو نيوترينت او المغذي الكبير الوحيد اللي بيدخل في تكوينه النيتروجين. كلنا بنسمع عن كلمه احماض امينيه او امينو اسيد. البروتين بيتكون من مجموعه من الاحماض الامينيه، حوالي 22 حمض اميني، وال 22 حمض اميني دول اسمهم امينو اسيدز. في منهم الاسينشال امينو اسيدز وفي منهم النون اسينشال امينو اسيدز. يعني بالعربي في منهم الاحماض امينيه الاساسيه بتقال عليهم اسينشال امينو اسيد، واحماض امينيه غير اساسيه النون اسينشال امينو اسيد. الاسينشال هم 9، وخليني اقول لك ان مجموعه الامينو كلها بيتكون من نيتروجين وهيدروجين ومكون ثالث، والثالث ده هو اللي بيحدد نوع الحمض الاميني اللي داخل من الاحماض الامينيه المكونه للبروتين. ومن هنا اكتشفوا ان احنا علشان نعرف نسبة البروتين في اي شيء احنا ممكن نقيس نسبة النيتروجين في الشيء ده. ودي من اسهل الطرق اللي الناس بتغش بيها التحليل، او ابتدوا يغشوا بيها التحليل بعد ما احنا ابتدينا سلسلة التحليل بتاعتنا. واكتشفنا ده عن طريق حد
كان شغال في شركة بروتين مصرية. قال لنا ان بعد انتشار فيديوهات التحاليل الناس عرفت التركاية بتاعت ضرب التحليل في المعمل، زي ان هم يحطوا احماض امينية رخيصة في السعر وملهاش لازمة، ارخص كتير من كيلو الواي بروتين، يخلطوها فانت تروح تحلل يطلع لك النتيجة بتاعتك سليمة. لان التحليل او الناس اللي بتحلل حتى في المعامل الرئيسية اللي احنا بنروح نحلل فيها بيحللوا نسبة نيتروجين، فلو هو حط لك جلوتامين ولا حط لك حتى كرياتين ولا حط لك بي سي دبل اي اللي هو ملوش لازمة اصلا وخلطه لك مع شوية واي، للأسف نتيجة التحاليل هتطلع سليمة. وهي دي الكارثة اللي انا جاي اقولها لك النهاردة. بل خليني بقى اقول لك الطريقة اللي مش بس بيضحكوا بيها عليك، ده بيضحكوا بيها عليك ويا مغفل بيخلوك تشتري وانت سعيد والضحكة من هنا لهنا. ما خدتش بالك من بعض البروتينات اللي بيكتب لك عليها بتحتوي على قد كذا كرياتين، سواء 2 جرام ولا 5 جرام و5 جرام بي سي دبل ايه، وانت بقى بسم الله ما شاء الله عليك فرحان وقلت دي صفقة رابحة وقيمة مقابل سعر، يعني انا في السكوب الواحد باخد كرياتين وبروتين وبي سي دبل ايه، في حين ان نسبة الكرياتين دي ونسبة البي سي دبل ايه محسوبين من السكوب. يعني السكوب بتاعك في حوالي لا يزيد عن 10 جرام بروتين زي بوكس واي وعمو النوبي اللي حللناهم، والباقي هم كرياتين وبي سي دبل ايه. في نتيجة التحليل يرفعوا نتيجة التحليل ل 25 جرام بروتين في السكوب وكاتب لك بي سي دبل ايه وكرياتين وانت سعيد من هنا لهنا. وحقيقة الامر ان الكرياتين والبي سي دبل ايه هم مش احماض امينية كاملة اللي انت محتاجها للبناء العضلي زي اللي في الواي بروتين او اللي في الفراخ او اللحمة، وانت في التحليل هيطلع لك 25 جرام بروتين تمام التمام وجوه مفيش ال 25 جرام بروتين دول، هم فيه نيتروجين يوازي وجود ال 25 جرام بروتين، ولكن في حقيقة الأمر مفيش غير 10 جرام بروتين في السكوب. خلي بالك الخدعة دي مش بتتعمل في مصر بس، دي بتتعمل في سوق المكملات العالمي. فاحنا دلوقتي بقينا نغش الغش العالمي. يعني ما تقولش أصلا أنا بجيب العلبة دي من بره، لا 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 يا حبيبي، الكلام ده بيتعمل بره قبل جوه. تالت طريقة بيغشوا بيها البروتين عالميا برضو مش في مصر بس، وبيضحك عليك وانت سعيد لما يقولك بقى ايه واي بروتين بلند، وانت تبقى سعيد يقولك بلند ده يعني ميكس من جميع انواع البروتين اللي بتمتص على مدد مختلفة. للأسف في انواع بروتين كتيرة جدا انت لا تعلم عنها شيء. في نوع اسمه الميلك بروتين، في الصوي بروتين، في السويت واي وده في نسبة بروتين قليلة جدا، وفي الكازين وفي الكونسنتريت وفي الايزوليت. كل دي انواع ليها استخدامات مختلفة، منها اللي بيبقى مضر جدا على قولونك وجهازك الهضمي، ومنهم غير مكتمل الاحماض الامينية زي الصوي بروتين والبي بروتين اللي هم من الصويا ومن البسلة. فلما يقول لك واي بروتين بلند هو غالبا ممكن يكتب لك الانواع اللي ضايفها، بس عمره ما هيكتب لك النسب كام لكام. هو في الاخر هيطلع لك نسبة البروتين، وارد تكون اللي مكتوبة ده ان ما كانش برضه غش لك بطريقتين الغش ما بين البلند وما بين يحط لك احماض امينية زي ما قلت لك في الطريقة اللي فاتت، ولكن النسب الحقيقية ممكن تبقى اغلبها بروتين نباتي ويحط لك رشة بروتين ايزوليت ولا كونسنتريت، وفي الاخر انت فاكر ان انت بتاخد البلند العظيم او الميكس العظيم وانت بيضحك عليك. وقبل ما اقول لك ايه انسب وسيله ممكن تكتشف بيها الغش ده، لو انت يعني راكبه معاك تشتغل المحقق كونان وتفضل تبحث في غش الشركات عالميا بره وجوه، ومش عايز تتجنب وتاخد الطريق الاسهل والافضل لصحتك والطبيعه البشريه بتاعتنا ان انت تروح تاكل اكل صحي واكل طبيعي. والحلقه الجايه انا هحسب لك بالحسابات ان قد ايه مصادر البروتين حتى الحيوانيه لو مركزتها مع مصادر بروتين نباتيه ازاي هحقق لك اقصى نتائج. اشرح لك ده بالتفصيل في الحلقه الجايه، استناها عشان تبقى حلقه قويه جدا ومفيده جدا ليك. وان خدعه نسب البروتين الكبيره و2 جرام بروتين لكل كيلو من جسمك مش حاجه افكتيف ولا حاجه مفيده للبناء العضلي زي ما انت متخيل، وان بنسب بروتين قليله جدا انت ممكن تعمل عضلات قويه جدا، وهجيب لك ده بدلائل وارقام علميه. ولكن هقول لك في نهايه الحلقه دي لو انت مصمم يعني ازاي تكتشف الغامض والمثير في عالم البروتين والمكملات الغذائية، بعد ما أقول لك الأحداث بالتواريخ العالمية لكوارث وفضايح المكملات الغذائية. قضية في محكمة كاليفورنيا أقيمت ضد شركة اسمها أوين. الشركة دي كانت بتبيع بلانت بيزد
بروتين، يعني بروتين نباتي اللي هو اصلا رخيص جدا، وكان بيقول ان السيرفنج فيه اكتر من 20 جرام بروتين. وحد زي دايت اند تشيت كده راح حلله ووجد ان هو فيه نسبه اقل بكتير. والقضيه دي مقامه حتى الان في محكمه كاليفورنيا ضد شركه امريكيه. شركه تانية اسمها بيرينج، الشركة دي اترفع عليها قضية سنة 2023 ان البروتين بتاعهم فيه نسبة عالية جدا من الرصاص. وخلي بالك، خليني اقول لك ان ممكن يبقى الواي بروتين اللي انت شاريه سليم يا عم وفيه نسبة بروتين عالية، ولكن الهيجين بتاع مصنع التعبئة ممكن يبقى فيه مشاكل كبيرة جدا، او خلطهولك بمواد وفليفرز تكون فيها رصاص عالي او فيها مشاكل، او التخزين بتاعه برضو يحصل فيه مشاكل توصلهولك بطريقة وهو سليم وفعلا فيه بروتين واحماض امينيه مظبوطه، بس توصله لك بطريقه تعمل لك مشاكل، وممكن المشاكل دي توصلك فعلا لفشل كلوي. يعني زمان لما كانوا بيقولوا البروتين ممكن يعمل فشل كلوي، ومش بس فشل كلوي، ده كمان فشل كبدي، وده اللي هقوله لك دلوقتي. شركه اسمها هيربالايف مختصه في المكملات الغذائيه، وبقالها كتير جدا في الاسواق العالميه، وموجودة في أكتر من 60 دولة، ورأس مالها يتعدى البليون دولار. 22 واحد من مستخدمين البروتين بتاع هيربالايف يحصل لهم فشل كبدي، لدرجة إن 2 منهم يحتاجوا نقل كبد. الغريب إن الشركة فضلت تكبر، وفي 2006 وصل رأس مالها 3 أضعاف ل3 بليون دولار. وبرغم كل المشاكل والقضايا اللي حصلت ضد الشركة دي، إلا إن الشركة رفضت إن هي تعترف أو تصرح بأي مشكلة عندها قد تكون سببت الفشل الكبدي للعملاء بتوعها. وده بياخدنا لأن بعض الشركات مش بتكتب أصلا بعض المكونات اللي بيحطوها جوه العلبة اللي أنت بتشتريها. ده مش بس كده، عارف ادويه التخسيس وادويه النحافه اللي بيقول لك دي كلها اعشاب طبيعيه؟ تعرف ان ادويه النحافه اللي بيقول لك ان هي مكوناتها كلها اعشاب طبيعيه بيتحط فيها كورتيزون علشان اللي ياخدها يتخن؟ وادويه الخسسان العكس، الفات بيرنرز الجميله اللي كلها اعشاب طبيعيه وشاي اخضر وفلفل اسود وحاجات جميله، بيحط لك فيها ثايروكسين اللي هو دواء للغده الدرقيه علشان يخسسك اسرع، هو مش بيكتب لك على العلبه. طبعا ده مش كله، اكيد في خوارج للقاعده دي، بس هتفرق ما بينهم ازاي؟ هتاخد كل علبه وتروح تحللها؟ هتاخد كل حاجه وتروح تحللها؟ لا، ما حدش هيعمل كده، ومش طبيعي انك تعمل كده، ولا في بقى اسم ثقه، ولا اصل البراند ده مش عارف عالمي، ولا اصل بجيبها من الامارات، ولا اصل بجيبها من اوروبا. الكلام ده كله بيضحك عليك بيه، وكل الكلام ده وفي كل الدنيا بيحصل ناس بتغش. اوعى تفتكر ان الغش مقتصر على بلد بعينها او منطقه بعينها، الغش في كل حته. مهما زادت الرقابه ومهما زادت الانظمه الامنيه، ليها خوارج وناس بتخترق القاعده. وقبل ما نرجع تاني لهيربالايف، خليني افكرك واقول لك ايه اللي تعمله في ظل كل الكركبه اللي انا بخوفك بيها دلوقتي دي. كل طبيعي قوي، الطبيعي قوي يكسب، واتمرن مظبوط. لو انت عندك عقده الخواجه، فخليني اقول لك مثال هيربالايف. كان اغلب الحالات دي كانت موجوده في مصنع في سويسرا. سويسرا الدوله المعروفه بقد ايه هي دوله نقيه وفيها خضره وزرع ومش عارف ايه وهواء نقي ومفيش هناك اي جيش، ودوله قد ايه جميله. تخيل ان كان في المصنع اللي بيصنع لسويسرا مادتين فعالين، هحطهم لك قصادك على الشاشه. المادتين دول من اسباب الفشل الكبدي اللي كانت في منتجات هيربالايف، والمكونين دول هم سوء هيجين غالبا للمصانع، او من منتجات طبيعيه لم يتم فلترتها كويس بداخل المنتجات. وعلى نهج الدحيح هسيب لك اللينك في المصادر، وده كان في واحده من اقوى الجورنالز في الدقه العلميه اسمها السيفير، وكان فيها الداتا اللي انا عرضتها دلوقتي دي. دلوقتي جينا لاخر جزء في الحلقه. علشان تتقي شر الكوارث دي قدامك حل من اتنين. اول حل انك لو عايز تستخدم واي بروتين تروح تحلله امينو اسيد بروفايل، يعني بروفايل الاحماض الامينيه اللي جوه البروتين ده، وتقارنه بالامينو اسيد بروفايل اللي انا هحطه لك على الشاشه، وده امينو اسيد بروفايل بتاع الواي بروتين المظبوط. وتحليل الامينو اسيد بروفايل للاسف اغلى كتير من التحليل اللي احنا كنا بنحلله العادي بتاع نسبه النيتروجين، تقريبا يكاد يكون من 5 ل 10 اضعاف السعر. يعني لو كنت بتحلل ب 1000 جنيه، التحليل اللي انا كنت بحلله كان بحوالي 2000 جنيه، التاني مش هيقل عن من 6 ل 10000 جنيه تقريبا. يعني تقريبا تعمل تحليل بتمن 4 علب واي بروتين. او تاني حاجه انك تستهدى بالله وتروح تشتري صدور فراخ او سمك بلطي رخيص او كبده فراخ، او تروح تشتري جبنه قريش وبيض وتعمل نظام غذائي موفر ليك. واقول لك على حاجه،
امتصاص البروتين اللي في الاكل والبايو افيلابيليتي بتاعته اعلى بكتير من امتصاصه من المكملات. يعني هتاخد فوائد وامتصاص احسن وفيتامينات ومعادن اكتر لما تاخده من مصادر طبيعيه. مش بس كده، انت ممكن بنسبه بروتين اقل من اللي في دماغك تعمل عضلات وتعمل مستوى قوي جدا. مش بس كده، انت لو اخدت نص احتياجك من بروتين حيواني ومكسته ببروتين نباتي من باقي المصادر النباتيه زي الترمس والعدس والفول، الكلام ده كله هيساعد معاك ومش هتلاقي عجز في البروتين زي ما انت متخيل. كل الكلام ده وان انا ادمجهولك بنظام موفر ليك، كل النظام ده انا ممكن اعملهولك بنظام موفر جدا ليك وعلى قد ايديك ويساعدك توصل لنتائج زي كل الناس اللي قصادك دي لو اشتركت في واحده من باقاتنا، وهسيب لك اللينك تحت. وخلي بالك ان ده برضو مش غرضي من الفيديو، انا غرضي الاساسي ان انا انبهك وافوقك وافكرك بكلمه واحده بس، ان الطبيعي قوي هو اللي يكسب.